لكن نبتعد عن العنف، نبتعد عن إراقة الدم. لماذا سلم علي عبد الله صالح كرسي السلطة في عام 2011؟ هو تجنبا لإراقة الدم، لأن هناك قوى سياسية متعطشة لإراقة الدم وتريد أن تركب الموجة أو تطلع على كرسي السلطة على حساب دماء المواطنين الأبرياء. قلنا لا، الدم اليمني غالي، فليذهب الكرسي وإلى الأبد وليبقى الشعب اليمني. على هذا الأساس تركنا السلطة ودعينا وتبنينا أنا والمؤتمر الشعبي العام وكل القوى السياسية والشريفة إلى وثيقة إلى المبادرة الخليجية. نحن الذي شاركنا، الذي رسمناها وخلينا الإخوان يبادروا بها. قلنا ماء الوجه للجميع. تعالوا يا أشقة بالخليج تبنوا. نعم. فيما يتعلق بالإعلام أنا أجي لك يا محمد. تفضل 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 رسالة. تفضل. هذه رسالتي، رسالة سياسية مش رسالة إعلامية. تفضل سيدي. طيب، أولا قبل أن أتحدث مع الإعلام أتحدث سياسيا. علينا أن نتفق، نتصالح ونتصالح. أوقف العنف، أوقف الإرهاب، في إرهاب دموي وفي إرهاب فكري وفي إرهاب ثقافي وفي إرهاب سياسي. يوقف هذا الإرهاب السياسي، يوقف ويتوقف الناس. أدفع عقلاء ومثقفين، وأنا أعول على كوكبة من البشر خريجين أكاديميين من كل أنحاء العالم يتحملوا مسؤولية، لا يناموا في بيوتهم، يساهموا. هذا هو رأيي في الجانب السياسي. الحل في أيدي اليمنيين أنفسهم. نعم. بل نلتقي على طاولة الحوار، مش الحوار الترشاد، حوار الصراحة والوضوح، مش تشكيل المواقف ولا الانفعالات. حوار بأيدينا ونرعاه بأنفسنا. نعم. ما حد رعانا، لا محمد ولا جمال ولا زعفان ولا فساد. رعوا أنفسكم. خذوا كل المكونات السياسية وتبقى على طاولة واحدة. شوف العالم كله تتحارب الشعوب وتتوتر وتقدم تضحيات وفي نهاية المطاف لابد أن يتصالح. طيب ليش ما نتصالح بدون إراقة دم؟ خلينا نترك إراقة الدم ونتصالح. نعم. نتصالح ونتصالح ونختلف لبعضنا النظر. أنا أختلف، إذا اختلفت لأبناء شعبي مش عيب. أختلف لأبناء الشعب. العيب إن أختلف للأجنبي أو الآخر من هذا. صحيح. خلاص أنا أترك السياسة، لقد أنا ملي السياسة، لكن حبيت أن أساهم معكم. فاسمحوا لي أنا أهني قناة اليمن اليوم الذي مر عليها أكثر من 3 أعوام وهي تؤدي رسالة إعلامية. أنا أتمنى أنها تتجنب كل السلبيات، مش سلبيات هذه، سلبيات الإعلام بشكل عام. نعم. المرئي والمسموع والمقروء لكل القنوات الفضائية اليمنية أو القنوات العربية، وأن تكون القنواتنا قنوات مهنية. نعم. مش قنوات مسيسة، قنوات مهنية. خذ أنا في حق أنا أختار زوجتي مسوات، لكن ما حق أنا أختار الآخرين المثقفين. أنا هذا مثقف أتعامل معه. صحيح. عيب أنا أختار اللي يشتي يطلع معي في القناة، يطلع معي في القناة. لا، هذا هو من الحزب الفلاني، تطلع من الحزب الفلاني. بالعكس، رأيك رأي زيد، اطلع ساهم مع رأيك. ليش نهمشك؟ أنا قناة اليمن هي لكل اليمنيين. نعم. وأنا أدعو كل اليمنيين أنها قناة كل اليمنيين دون استثناء، وعلى أساس أن تكون مهنية. وأتمنى من كل القنوات الفضائية اليمنية أن تكون أيضا مهنية، دون الشخصنة، دون الابتسامات الصفراء. نعم. والكهن. نعم. دون هذا، سيبوا ارموا على جنب. تكلموا بوضوح، تكلموا بصراحة، وتكلموا بشفافية أيضا. طيب، صحيح في بعض الشفافية فيها شيء من الألم على بعض الناس، لكن في إطار الممكن أن تكون في شفافية، ألا تجرح مشاعر الآخرين، ألا تأذيهم،
الإعلام خلال السنوات الماضية أجج وعمل تسطع بالوحدة الوطنية. هو ما خدمش الوحدة الوطنية، يعني هو عمل تسطع بالوحدة الوطنية. وإذا احنا في كل مكان، ليه؟ احنا أمة واحدة. قبل التعددية الحزبية يا شباب كنا في بوثقة واحدة اسمه المؤتمر الشعبي العام. هذه الأحزاب كلها فرقت من وين؟ من المؤتمر الشعبي العام. هذه الأحزاب ساهمت في الميثاق الوطني، كويس، كل واحد عنده نصيب. جاءت التعددية السياسية، كل واحد ياخذ طريقه، ما في مشكلة. لكن أنا ما أخاف، ما أذيك، ما أشمك، ما أخرج الألفاظ الغير مسؤولة. وصلت جباحة إلى أن العالم الخارجي يترقبنا ويقول هذا مش إعلام. نعم. هذا شتائم. طيب يا أخي أنت قلت تعال انتقدني، اكتب بشكل موضوعي على إيش؟ في فساد؟ نعم. أين الفساد؟ أثمن أين الفساد؟ امسك الألم بين الفساد، ما تعمم. أين الفساد؟ وحط يدك على الفساد، حط يدك على الاختلالات الأمنية، حط يدك على معيشة الناس، وين الناس يعيشوا الآن. نعم. أين المواد الغذائية؟ أين المواد النفطية؟ أين المواد الغازية؟ أين المواد؟ كان في الماضي قبل 2011 عدد من الخطباء للأسف الشديد كانوا يخطبوا ويقول يا شعبنا اليمني العظيم، الناس تأكل من الزبالة، الآن بنأكل من الزبالة. يا شعبنا اليمني العظيم، أنتم فين؟ طيب شكرا. على كل حال نعم. تحياتي لكل الكادر الإعلامي داخل قناة اليمن اليوم، وتحياتي لكل القنوات الفضائية اليمنية ولكل العاملين فيها ولكل أبناء شعبنا اليمني العظيم دون استثناء.